السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. و5 الفيديو ديال اليوم واحد لاطارت اللي كتجي روعه وشابعه شوكولا. كنتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنسونيش من لايكات ومن لي كومونتير ديالكم والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. كما قلت لكم اللاطارت اللي كتجي زوينه، كنتمنى تجربوها. خليكم مع طريقه التحضير. اول حاجه كناخدو بيضه واحده كما راكم تشوفوا. كنكهو هنايا بكيس ديال الفاني، تقدروا تستعملوا القشر ديال البرتقال. بالنسبه للسكر ما تصورش ليا، كنحتاجو 60 غرام اللي هي نص كاس ديال سنيده اولا سكر. المهم كما قلت لكم راه ما تصورش ليا داك المقطع فاش ضفت السكر. كنخلطوا هاد العناصر مزيان، السكر والفاني والبيض حتى كيتخلطوا مزيان. وكنضيف هنايا نفس القياس كما شفتوا ديال الزيت وديال السكر، نص كاس. صافي كنعاود نخلط مزيان كما كتشوفوا معايا. وغادي ندير هنايا 50 غرام ديال الزبده، من احسن تكون بالحراره ديال الغرفه. كنخلط مزيان كما كتشاهدوا معايا، وقبيصه ديال الملحه باش نصحوا الذوق. وصافي كنخلطوهم هاد المكونات كاملين. كما قلت لكم ما تنساوش سنيده حيت ما بانتش في التصوير، لا تديو غير على التصوير يعني تسمعوا الهضره اشنو قلت. راه سنيده ما تصورتش ليا. هنا في الاول ضفت الطحين 250 غرام ديال الطحين اللي هي رابعه، اللي هي كذلك جوج الكيسان ونص ديال الطحين. هنا ضفت 50 غرام اخرى يعني اللي هي 300. وكندير كيس ديال الخميره ديال الحلويات. صافي كنجمع العجينه هكا كما كتشوفوا، ما كندلكها يعني كنحاول تنجمعها كما كتلاحظوا معايا. بالنسبه كما قلت لكم في الاول عبرت غير رابعه ديال الطحين وجاتني شويه مرخوفه، وزدنا 50 غرام اللي هي 3 الكيسان ديال العنبه اللي دات لي هذا الخليط هذا اللي هي 300 غرام. صافي هنا بعد ما قسمتها غنخليها جانبا، وغادي ندوزو نحضروا الكريمه. عندي 2 معالق كبارين ديال الكاكاو المر، وعندي هنا 3 معالق كبارين ديال الطحين الفرز. تقدروا تعوضوه بالنشا ولا المايزينا ولا المستحضر ديال كريم باتيسير. عندي 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال سنيده، وعندي نص لتر الحليب. كنكبيه شويه حتى كنخلط، عاد كنكمل داكشي اللي بقى ليا في الكرتونه. صافي كنخلط مزيان، كنكمل ديك الكميه اللي عندي، وغادي نحط الكاسرونه فوق البوطه اولا فوق النار. صافي كنستمر هكا في الخلط الى بان لكم يعني الخليط ديالكم تكور فيه داك الطحين. كما كتشوفوا الطحين راه ماشي بحال النشا، ضيا كيتكور هو. صفيوه. صافي هنا كنحط الكاسرونه ديالي فوق البوطه يعني مع التحريك المستمر حتى كتشد ليا راسها هاد الكريمه هادي. يعني ضروري تبقاو كتحركوا باش ان داك الطحين ما يلصقش لكم يعني تفسد لكم الكريمه. خوتي اللي كيشاهد كنتمنى منكم اللايكات والتشجيع والبارطاج فضلا منكم وليس امرا. هنا كما شفتوا الكريمه بدات كتعقد كما كتشوفوا، راه كدير الفقاعات في هكا في الجوانب. صافي دابا بارك عليها طفيت عليها. صافي هنايا كنزيد واحد 6 ديال المربعات ديال الشوكولات، شوكولات اسود يعني اي نوع شوكولاته عندك كتضيفيه، الصراحه كيعطي واحد البنه زوينه لهاد الكريمه هادي. صافي كنخلطو كذلك مزيان. هنا غادي ندوزو العجينه، يعني العجينه قسمتها، الكره الكبيره هي اللي غادي نطلق في هذا المول هذا. فرشت ليه هذا الورق ديال الفرن اللي الصراحه كان عندي ديجا مستعمل، ويعني ولبستو لهذا المول هذا. تقدروا تستغناو عليه يعني ماشي مشكل حيت العجينه اصلا فيها الزبده يعني راه ما كتلصقش، يعني كتسهل علينا غير الا بغينا نديموليو هاد لاطارت هادي. صافي كنبسطها بهذا الشكل بحال هكا وغنطلعها في الجوانب. تقدروا تطلقوها فوق 2 بلاستيكات يعني وتحطوها، وتقدروا ديروا هاد العمليه اللي درت انايا. خوتي ما تبخلوش عليا باللايكات وبالبارطاج فضلا منكم وليس امرا. صافي هنا بعد ما قديتها مزيان دابا غادي نكبو في الكريمه
اللي ديجا حضرنا معكم. شفتوا القوام ديال هاد الكريمه هادي صافي كنكبوها بهذا الشكل كما شفتوا. صافي هنايا غادي ناخذ ديك الكميه ديال العجينه اللي تبقات ليا، ديك الكره الصغيره هي اللي غادي نحك فوق هاد الكريمه هادي. كناخذوا هاد الحكاكه ديال المطيشه وكنبداو نحكو بهذا الشكل. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى يعني كنلبس هاد الكريمه كلها، يعني ما كتبقاش تبان. كما شفتوا كنحك هكا شويه بشويه يعني في هاد العجينه هذه. صافي هنايا كنزين بشويه ديال الشوكولاط، يعني الشوكولاط العادي اللي عندي قطعته هكا شويه بالموس للتزيين فقط، تقدروا تستغناو عليه. صافي غندخلها للفران اللي يكون شاعل غير من التحت حتى كطيب لينا من التحت، عاد كنشعلوه من الفوق باش كتحمر. المهم الحراره ديال الفران على 180، ما تجهدوش العافيه اكثر من القياس باش ما تحرق لكم. وصافي على ما طيب لينا هاد لاطارت ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. خليكم مع الفيديو. صافي هنا بعد ما طابت لينا كما شفتوا كتجي بهذا الشكل. دابا غادي نديمو ليها، من احسن تخليوها حتى كتبرد تماما. انا صراحه جربت شويه دغيا باش نكمل هذا الفيديو هذا، حيت صراحه الى تظلم الحال كيكون عندي الظلام في الكوزينه وخا يعني الضوء هذا سبحان الله ملي تمشي الشميشه صافي راه الضوء كيكون ناقص. صافي هنايا كما شفتوا ديموليتها. غادي نزينها هنايا بسكر كلاصي، كتجي على هذا الشكل صراحه كتجي زوينه. تقدروا يعني بالنسبه للكريمه اللي كتحبوا اللي كتعجبكم كديروها. انا درت معكم هاد الكريمه ديال الطحين اللي صراحه كتجي اقتصاديه، حيت ماشي كلشي كيكون متوفر عنده النشا اولا المستحضر ديال كريم باتيسير. داكشي علاش عوضتها لكم بالطحين وحتى هي كتجي بنينه. صافي انا كنزين بالسكر الثقيل اولا بالسكر كلاصي. وهنايا غادي نقطع معكم كما قلت لكم انا جربتها يعني باقا شويه سخونه، ولكن الصراحه كتجي معلكه وكتجي رائعه. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع حبابكم والاهل ديالكم وتجربوا هاد لاطارت في هاد الصهودات اللي كاينين. صراحه كتجي بارده ومنيشه. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوه مع حبابكم والاهل ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. كما قلت لكم هي راه باقه شويه سخونه، ولكن راه الصراحه كتجي بنينه. يعني لاباط ديالها كتجي كتفرتت يعني كتذوب في الفم كما شفتوا معايا، وكتجي يعني عامره بهاد الكريمه هذه. وغنقول لكم اخوتي بالصحه والراحه، وخليتكم على خير مع وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.